الاقتصادية سنقول ونحكي ونشرح ونفسر ونحلل، لكن الآن وليس غدا. موعدنا مع العظيم، مع الخال العبقري، مع شاعر مصر الأعظم والأروع والأمجد، مع عبد الرحمن الأبنودي في مربعات هنزحها خصيصا في هذه الليلة ليلة رأس السنة. أستاذ عبد الرحمن الأبنودي تكرم علينا وقدمها بصوته وصورته، تلك المربعات الرائعة التي يكتبها يوميا في جريدة التحرير. ها هو اليوم عبد الرحمن الأبنودي، ها هي الليلة العظيم الخال عبد الرحمن الأبنودي معا. دي حاجة مختلفة عن الرباعيات، يعني رباعيات الخيام أو رباعية صلاح الدين رحمة الله عليه. مربع بتاع السيرة الهلالية 4 شطرات، الشطر الأول يعني صاحب الشطر الثالث، والثاني صاحب الرابع، وهكذا. ودي يعني لعبة الشعراء المغنين التلقائيين اللي بيغنوا السيرة الهلالية والملاحم، زي عم جابر أبو حسين رحمة الله عليه، والأخ سيد الضوي ربنا يطول في عمره. وبعدين وجدت هذه المربعات صدى عند الناس، بصراحة هي اللي موقفاني على رجلي في الدنيا المغشلة. أنا يعني قليلين اللي أنا مدين لهم بديون، منهم الأستاذ إبراهيم عيسى، بسبب أنه يوميا أنا بطل على الناس بقول لهم كلام في اللي عايشينه، وفي نفس الوقت بنفض عن نفسي كل الأشياء القاسية اللي بنعيشها هذه الأيام والدنيا الغلط، ويعني بحاول أنور في سواد من يعني يظلمون حياتنا. فتحية لكم، كل سنة وانتم طيبين طبعا جميعا. وانا عمري ما شفت واحد يجيب واحد في راس السنة يخليه يقول الحاجات المعتمة المؤلمة دي، لكن هو إبراهيم عيسى كده. السلطة تغري وتغري، لذيذة بنت اللذينة، أول يومين تمشي دغري، ثالث يوم تبيع المدينة. السلطة تغري وتغري، لذيذة بنت اللذينة، أول يومين تمشي دغري، ثالث يوم تبيع المدينة. وعزلني عن الدنيا، بقيت ما اعرفش شيء عنكم، كأني رئيس بلد تانية، بقيت بخطب بدال محكم. طبعا فاهمين. الجوع كافر ده الموضوع. اوعظ يا ابو الوعظ البارع، مهما هتوعظ ساعة الجوع هتلاقي شعبك في الشارع. الجوع كافر ده الموضوع. اوعظ يا ابو الوعظ البارع، مهما هتوعظ ساعة الجوع هتلاقي شعبك في الشارع. ما تقول لهم يقتلونا فينتهي الموضوع، ترتاح ونرتاح وتاخد مصر في جيوبك، ونسيب جيوش الفقارة تنتحر من الجوع. ما دام بتشبع تمام انت ومحاسيبك. ما تقول لهم يقتلونا فينتهي الموضوع، ترتاح ونرتاح وتاخد مصر في جيوبك، ونسيب جيوش الفقارة تنتحر من الجوع. ما دام بتشبع تمام انت ومحاسيبك. شهداء وطننا العظيم كانوا مكانكم أمس. شهداء وطننا العظيم كانوا مكانكم أمس، زحفين في ظل العلم، الخي يحمي خي على مهلكم، يلي رافعين اليفط في الشمس، فيه تحتكم على الأراضي دم لسه حي. شهداء وطننا العظيم كانوا مكانكم أمس، زحفين في ظل العلم، الخي يحمي خي على مهلكم، يلي رافعين اليفط في الشمس، فيه تحتكم على الأراضي دم لسه حي.
الأمة تحيا وتكون قوية لا بخطبة عصمة ولا صوت جهوري. الأمة تحيا وتكون قوية لا بخطبة عصمة ولا صوت جهوري، وما هيش قوية أبدا وهي مش لاقية حق القوت الضروري. اللي يقولوا السلف تلف ناس حقدة واخدة على الاستكانة. اللي يقولوا السلف تلف ناس حقدة واخدة على الاستكانة. ده احنا اقتصادنا ولينا الشرف نص استدانة ونص إعانة. اللي يقولوا السلف تلف ناس حقدة واخدة على الاستكانة. احنا اقتصادنا ولينا الشرف نص استدانة ونص